بنبدأ سنة 1611 وبنشوف الناس في العصر ده كانوا بيعملوا حاجات كتير مش مظبوطة، زي انهم بيتخلصوا من البنات المولودين بطريقة بشعة. وبنشوف واحدة ست بتولد، ولما بتلاقي المولود بتاعها بنت فبتروح عشان تتخلص منها، فبتاخدها وبتخرج، وبيقابلها مجموعة من الفرسان الملقبين بالكغوت وبيحاولوا ياخدوا اللفة منها، لكن للأسف بتكون حرقت البنت ومش باقي منها غير عظمها في اللفة. وبنتنقل للوقت الحالي وبنشوف محققة في جرائم اسمها ميا. بتكون ميا في المحكمة بتحضر محاكمة مجرم قتل مراته وهي حامل، وبنعرف ان ميا مجتهدة جدا وبتحب شغلها، والدليل على كده انها بتحضر المحاكمة بنفسها رغم انها في الايام الاخيرة من الحمل. وخلال المحاكمة بتوقف المحكمة للاستراحة وبيطلب المتهم انه يدخل الحمام، وبتمر ثواني وبيجي مساعد ميا عشان يبلغها ان المتهم انتحر في الحمام. لكن المفاجأة انه ساب جواب لميا، ولما بتفتحه بتلاقي كلمة واحدة بس وهي ترتالو. فبتحاول ميا تفهم معنى الكلمة دي لكن مش بتلحق لان الام الولادة بتفاجئها، وبينقلوها للمستشفى وبيقابلها هناك جوزها وبيدخل معاها اوضه العمليات، وبتولد ميا ولد. وبيمر 4 شهور على اليوم ده، وبنشوف ميا وهي رايحة الكنيسة بناء على طلب من الرئيس شخصيا عشان تحقق في هجوم اتعرضت ليه الكنيسة. الغريب في الموضوع ان المعتدين بعد ما خربوا الكنيسة سابوا فيها عظام بشرية. وبتتكلم ميا مع المسؤولين في الكنيسة وبتقول ان الكراهية ضد الكنيسة موجودة بالفعل. وهنا بيتكلم قس اسمه ساري وبيقول ان ترك عظام بشرية في المكان بعد الهجوم هو ممارسة قديمة وشريرة جدا، وانهم لازم يوقفوا اللي عمل كده والا هيدمر المدينة كلها. فبترجع ميا مكتبها وبتلم حاجاتها وبتروح عشان تشوف ابنها. وفي نفس الوقت بيكون فيه مسجون في زنزانته بينادي على ميا بأعلى صوت، ولما حارس الزنزانة بيروح يسكته يديله ورقة ويطلب منه يسلمها لميا. ولما بتشوف ميا الورقة تاني يوم بتلاقي فيها اسم مكان، ولما بتروح المكان مع الشرطة بيكتشفوا ان ده المكان اللي دفن فيه المسجون مراته بعد ما قتلها بوحشية. وبعد معاينة الجثة تكتشف ميا ورقة جنب الجثة مكتوب فيها كلمة واحدة هي تورتولو، وهي نفس الكلمة اللي كان كتبها ليها القاتل الأول. وفي اللحظة اللي بتلاقي فيها ميا الرسالة بيكتشف حارس الزنزانة ان السجين انتحر. بتحس ميا ان الاتنين ارتكبوا الجرائم دي بس عشان يوصلوا ليها رسالة معينة. فبتجمع ميا فريقها وبيستدعوا الطبيب الشرعي عشان يفحص الجثة، لكن اثناء الانتظار بيقول واحد من الفريق ان تارتالو ده وحش اسطوري بيتغذى على الاطفال. فبتندهش ميا وبتطلب من المساعد بتاعها انه يعمل سيرش عن الموضوع ده، وتدخل تقابل الطبيب الشرعي علشان تعرف نتيجة فحص جثة الزوجة. بيقول ليها الدكتور ان الزوجة كان في دراعها قطع معدنية حادة، ودي نفس الطريقة اللي المتهم الاول قتل بيها مراته. فبتروح ميا تقابل العمدة خافير وبتطلب منه انه يسمح ليها بفتح التحقيق في بعض القضايا الغامضة لانها حاسة ان وراها قاتل متسلسل. فبيوافق العمدة على طلب ميا لانه عارف انها مجتهدة ونشيطة، لكن بيأكد على سرية الموضوع عشان ما تلفتش نظر الصحافة. فبترجع ميا بيتها عشان تشوف ابنها، فبتلاقي جوزها راح يجيب عمتها تقعد معاهم عشان تاخد بالها من الولد لما يكونوا هما الاتنين في الشغل. فبتفرح ميا لانها بتحب عمتها جدا وما شافتهاش من فترة طويلة. وبتحكي لهم عمة ميا ان جدتها سابت ليها بيت كبير في منطقة ريفية، فبيروحوا تاني يوم عشان يتفرجوا على البيت. وبتستغرب ميا ان البيت ما فيهوش عفش خالص، فبتقول لها عمتها انها هي اللي اتخلصت من العفش كله. فبتلاحظ ميا ان الحارس مش بيتكلم ولا بيرد على حد، ولما بتسأل عمتها بتقول لها ان عنده صدمة عصبية من يوم ما لقى مراته مقتولة في كهف قريب من هنا. فبتروح ميا تستكشف الكهف لوحدها بدافع الفضول مش اكتر، لكن لما بتروح هناك بتحس بحاجة غريبة. فبتستدعي الفريق بتاعها عشان يستكشفوا الكهف، وبالفعل بيلاقوا على جدران الكهف نفس الكلمة تورتولو. فبتحس ميا ان القاتل موجود حواليها وبيبعت ليها رسائل مباشرة. وبترجع ميا للبيت فبتشوف عمتها بتلعب بأوراق الطاروت، بس المفاجأة ان عمتها بتقول لها ان الاوراق دي بتقول ان حواليها طاقة شريرة كبيرة جدا وبتقرب منها. وبتطمنها ميا وبتروح تنام، لكنها بتصحى على اتصال من المستشفى الموجود فيها امها المصابة بالزهايمر، وبيبلغوها ان امها قتلت الممرض اللي بيتابع حالتها. فبتروح ميا بسرعة للمستشفى وهي مستغربة ازاي امها المريضة عملت كده رغم الحراسة اللي عليها. ولما بتدخل ميا اوضة امها بتشوف تحت السرير اثار دم ومكتوب بالدم نفس الكلمة تورتولو. وبتكتشف ميا كمان ان رجل السرير بتاع امها مكسورة، ولما بتفتحها بتكتشف ان امها كانت بتخبي العلاج فيه وما كانتش بتاخده. فبتطلب ميا من الدكتور انها تطمن على امها، لكن الدكتور بيفاجئها ان اخوها كان بيزورها وبيطمن عليها. فبتتعصب ميا وبتقول له ان ملهاش اخوات غير اخت واحدة بس. وبتطلب ميا مراجعة الكاميرات المراقبة عشان تشوف الشخص اللي كان بيزور امها، لكن مش بتشوف ملامحه لانه كان بيغطي وشه من الكاميرات. فبتشوف اخت ميا وعمتها وبتقول ان القس ساري كلمها وانه اخد امها من المستشفى الامراض العقليه تبع الكنيسه. فبتتعصب ميا من تدخل القس ساري وبتروح تقابله، فبتلاقيه مستنيها وبيشرح ليها ان امها بتتعرض لقوه شريره بتاثر على تصرفاتها. وبيشرح ليها ساري ان امها مش الحاله الوحيده اللي حصل معاها كده، وبيوريها مجموعه من الناس كان عندهم نفس الحاله وتعافوا ورجعوا لحالتهم الطبيعيه. فبتقتنع ميا بكلامه وبتوافق تسيب امها في المستشفى، وبتتصل ميا بالقاضي عشان يحللوا الحمض النووي
العظام اللي اخدوها من الكهف، وبيحاول الفريق انهم يلاقوا شيء مشترك بين كل الجرائم، لكن للاسف مش بيكون في اي رابط ما بينهم. وبيجي لميا فجأة اتصال من مساعدها في الكنيسة ببلاغ عن شاب بيحضر كل يوم في الكنيسة وبيتكلم عن اسطورة فرسان الكاغوت، فبتؤمر ميا بالتحفظ على الشاب في مكتبها وتلبية كل طلباته لحد ما توصل. وبيكون مساعد ميا جمع معلومات عن فرسان الكاغوت وشاف ان ليهم علاقة بالقضية، وده لان الناس كانوا بيسموا زمانهم زمن الكلاب، وهم نفسهم كان اسمهم الشعب الملعون. وبيوصل البحث فريق ميا لواحد من اسلافها بيحمل نفس اسم عيلتها، قدر يقبض على مجموعة كبيرة من الساحرات واجبرهم على الاعتراف بممارسة السحر. ولما القاضي بيعرف بالمعلومات دي وبيسمع الاسم بيقول ان الشخص ده كان ملقب بمحامي الساحرات. وتشوف ميا صورته وهو بيرمي طفل رضيع وسط الهياكل العظمية، وبتنام ميا من التعب، بتحلم انها بتشوف نفسها وهي طفلة صغيرة وكانت مفزوعة وخايفة من امها، وبتخبي وشها تحت الغطاء. فجأة بتنتقل لمكان وسط الغابة وبتجري باقصى سرعتها لحد ما تقع على الارض، وبتشوف نسخة منها بتشاور ليها على سرير طفل في البحر، وبتقول لها انها لازم تحميه قبل اللي موتوها ما يموتوها هي كمان. فبيصحيها القاضي قبل ما تفهم كلام النسخة التانية منها في الحلم، وبيفاجئها القاضي وبيقول لها ان في تطابق في عينة الحمض النووي للعظام الموجودة في الكهف مع حمضها النووي، وده معناه ان العظام دي لحد من عيلتها. فبتتصدم ميا، فبتقول لها القاضي انه عشان الرئيس يعيد فتح الحقيقي لازم يعرف منها الاول مكان مقابر عيلتها. فبتقابل ميا الشاب اللي اتقبض عليه في الكنيسة وبيحط عظام بشرية فيها، فبتطمنه ميا انها هتسيبه ويمشي لو اعترف على الشخص اللي طلب منه يعمل كده. وبالفعل الشاب بيقول لها ان راجل لاتيني شعره خفيف واسمه كاغوت وانه شافه مرتين بس، فبتشكره ميا وبتسيبه يمشي. لكن قبل ما يمشي بتلاحظ ميا انه مجروح في رقبته، ولما بتساله عن الجرح بيقول لها ان ابوه هو اللي ضربه وبيكون خايف جدا منه، فبتهدده ميا انها هتسجنه لو ضربه تاني. وبترجع ميا لبيتها وبتدور على البومات صور العيله القديمه، فبتتفاجئ ان ليها اخت توأم وانها اختفت وهي صغيره. فبتروح ميا تسال عمتها، لكن عمتها بتقول لها انها كانت عايشه بعيد وما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، لكن بتوجهها لطبيبه القريه لوالده امها وبتقول لها ان يمكن هي تفيدها. تاني يوم بتروح ميا لطبيبه القريه بصفتها محققه وبتطلب منها سجلات المواليد للسنه اللي هي اتولدت فيها، وبتتاكد ميا ان كان ليها اخت توأم، لكن بتتفاجئ ان امها موتتها لانها كانت مصابه بمرض خطير. وبتفهم ميا ان ده كان تصرف عادي في القريه دي وتقليد قديم. وبتروح ميا لمقابر العيله وبتفتح قبر اختها، ولما بتفتح التابوت مش بتلاقي اي اثر للجثه او العظم. فبتطلب ميا من ساري انها تزور امها عشان تفهم منها اللي حصل، لكن لما بتقابل امها بتكون المقابله من ورا الازاز، وبتلاقي امها مضطربه جدا بتقلد حركاتها وتضحك بطريقه مخيفه. وبتقرر ميا تروح لصديقه امها عشان تحاول تفهم منها، فبتحكي ليها صديقه امها انهم اتعرفوا زمان على شاب وسيم كان جاي يزور القريه وانهم اعجبوا بيه، وان الشاب ده عرفهم على اصحابه وضمهم كمان للجماعه بتاعته، ومع الوقت كان بيخليهم يموتوا الحيوانات عشان يقدموها قربان للارواح الملعونه. ومن الوقت ده طلب الشاب انهم يقدموا قرابين اطفال رضع عشان الارواح ترضى عنهم وتحقق ليهم اللي بيتمنوه. وتقول صاحبه ميا انها خافت وقررت تنسحب من الجماعه، بس ميا قررت تكمل لان الشاب ده عمل لها غسيل مخ. وبتقول لها كمان انها من الوقت ده ما بقتش تعرف عنها حاجه، وان الكلام ده حصل قبل ولادتها بسنين. بتكون ميا مصدومه من اللي بتسمعه وعاوزه تعرف باقي الحكايه، لكن الست بتكون خايفه تتكلم اصلا احسن يموتوها. وبتفهم ميا ان الجماعه دي لسه موجوده. وبنرجع في فلاش باك ليوم ولاده ميا واختها التوأم، وبنشوف ان ابو ميا وهو بيوصل الدكتوره لباب البيت بعد ما ولدت مراته بيسمع خبط جوه الاوضه، ولما بيدخل بيتفاجئ ان مراته قتلت واحده من البنتين بوحشيه، وده علشان تقدمها قربان للارواح. فبياخد ميا وبيبعد عنها عشان يحميها. وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف ميا وهي بتتكلم مع واحد من المساعدين عن واحده ست بتتعرض لهجوم من جوزها اللي خارج من السجن، لكن الست بتقدر تضربه بالرصاص وتبلغ البوليس. وبيلفت نظر ميا تهديد الراجل لمراته انه يوديها المستشفى ومش هياخدها، فبتشك ميا ان في حاجه غريبه، فبتقرر تروح هي والمساعد بتاعها للمستشفى. وفعلا بيروحوا، بس الجو بيكون وحش جدا والمطر شديد. واول ما بيوصلوا المستشفى بيلفت نظرهم واحد اول ما بيشوفهم بيجري، فبيجروا وراه وبيحاصروه وبيحاولوا يمسكوه، لكن من خوفه بيرمي نفسه من على السلم وبيقدر الدكتور انه يلحقه. وبيفضل عايش لكن حالته حرجه ومش هيقدر يتكلم معاهم دلوقتي. وبتروح ميا بالليل لمكان جنب المستشفى تفتش فيه، وبتكتشف ان كان مدفون فيه عظام لاطفال صغيرين، فبتستدعي قوات من الشرطه عشان تعاين المكان. وبترجع هي للبيت عشان تشوف ابنها، خاصه ان جوزها عنده شغل. وبنرجع تاني فلاش باك ليوم امها ما قتلت اختها التوأم، وبنشوف انها بعد ما قتلتها ما دفنتهاش زي ما فهمتهم، وانها قدمتها لشخص غامض. وبنرجع للوقت الحاضر وبيوصل لميا اتصال من المساعد بتاعها ان الراجل اللي في المستشفى معاه تليفون وان عليه 20 مكالمه، بس واحده منهم كانت من القس ساري. فبتروح ميا لساري باقصى سرعه عشان تقبض عليه وتتهمه انه هو على علم بالجرائم اللي بتحصل، لكنه طبعا بينكر كل التهم. فبتساله عن حاله امها، فبيقول لها انها بتتحسن، فبتصمم انها تشوفها. فبيضطر ساري انه يوافق على طلب ميا وبياخدها تشوف امها،
لكن بيتفاجئوا كلهم انها اختفت. فبيسأل سائر الممرضات بيقولوا ان في دكتور اسمه سكوفر اخدها يعمل ليها اشعه، ولما بيراجعوا الكاميرات بيلاقوا انهم بيغيروا هدومهم وبيخرجوا من المستشفى بعد ما بيضربوا واحد من الممرضين، فبيعرفوا ان سكوفر ده هربها. فبتستنتج ميا وقتها ان سكوفر دوت هو الشخص اللي وصفه الشاب اللي كان في الكنيسه، فبتتاكد ان الجماعه الملعونه التابعه لشعب الكاوت لسه موجودين. بس بتتصدم لما بتفهم ان الدور هيكون على ابنها انه يتقدم قربان للارواح. فبتاخد ميا المساعد بتاعها معاها وبتتحرك بسرعه على بيتها وبتتصل على عمتها عشان تلحق ابنها على ما توصل. لكن للاسف اول ما بتوصل ميا بتلاقي عمتها مضروبه واقعه على الارض وابنها مش موجود. فبتجري ميا على بيت جدتها القديم، وفعلا لما بتدخل بتشوف امها وسكوفر وهم بيجهزوا الطفل عشان يتقدم كقربان. ولما بتدخل ميا بتضرب سكوفر بالنار فبتصيبه في رجله وبيقع على الارض، وبترفع ميا السكينه عشان تقتل الطفل، لكنها بتتفاجئ انه ولد مش بنت، بينما القرابين بتكون بنات بس. فبتفهم ميا ان هي نفسها القربان، وبتعرف ميا انها مش هتقدر تقتل ميا وتقدم القربان لوحدها لان ميا كبيره وقويه. وبتستغل ميا انشغال ميا في معركه مع سكوفر، وبتختفي بسرعه وتهرب وتسيب المكان وتسيب سكوفر للشرطه اللي بتقبض عليه. وبترجع ميا لبيتها وتطمن على ابنها وعمتها، وبعديها بترجع للقسم عشان تبدا التحقيق مع سكوفر اللي بينكر كل التهم اللي اتوجهت ليه. لكن واحد من فريق ميا بيثبت عليه التهم لما بيلاقي عنده كل الاطراف المقطوعه من الضحايا اللي بتكون اخت ميا واحده منهم. وبيتقدم سكوفر للمحاكمه، وبتختفي ميا للابد، وبتاخد ميا ايد اختها وتروح مع عائلتها تدفنها جنب بيت جدتها القديم عشان تحصل على السلام اخيرا. وهنا بتكون البدايه، لكن البدايه اللي ده وقتها فعلا انك تشترك على القناه.